كنظن مشكور السي طلال على هذا السؤال. كنظن بعد التعادل ديالنا ضد فريق الجيش الملكي وكان يعني كنا راغبين اننا نحققوا نتيجه ايجابيه 3 نقاط. الكل شاف كيفاش كان الشوط الثاني. في هذا الاسبوع هذا كنظن ان نفس الطريقه ديال المعامله مع اللاعبين، لا من ناحيه يعني لا داخل الملعب التدريب لا على برا. كنظن ان المعامله والتهيئ الذهني للاعبين هذا من الواجب ديالي. رغم يعني كتسمعوا بعض الاصداء اللي كتخرج على ان بعض الغيابات كاين، كنظن ان هذا كله لو كنتوا حاضرين معنا في التدريب الاسبوع طيله الاسبوع غتشوفوا شكل اخر. نظن كاين اللي كيخرج بعض الاخبار اللي على عدم وجود بعض اللاعبين في التدريب، فبالعكس اي واحد ما كيكونش كتكون عنده لوتوريزاسيون صوف دي جوار اللي كان عندهم دي بليسير مالادي اللي ما يمكنش تقدر تجيبو، كان وعكه صحيه. لاعب بودا هو اللي كان اللي ما كانش كيجي للتدريب، ولكن كيجي كيحضر الحصص اللي ديال مع الطبيب. لكن جوج لاعبين فكتظن الحمد لله في اجواء اللي هي سي انا يعني كنقول مريحه، ما كاينش لا مشاكل، ما كاينش. حنا بغض النظر المشاكل كنخليوها ليكستيريور، ما هو تقني ففي الملعب استعدينا للفريق مانيما. يعني شفنا ان الفريق هذا كيفاش طريقه اللعب ديالو، فريق اللي كيحتل الرتبه الاخيره ب3 نقاط. شفنا ان الفريق اللي كيعتمد على اللعب المباشر عنده بعض اللاعبين يعني في الخط الهجومي، يعني 3 لاعبين اللي كانوا كيشكلوا خطوره بالنسبه في المقابلات يعني الماضيه. لكن هو فريق اللي غادي يجي ما عنده ما غادي يخسر، لانه الى بيردي لي شونس ديالو باش انه يدوز لهذا الدور. حنا تبقى الحظوظ ديالنا وافره كما قلت لكم، غادي نلعبوا باش ننتصروا امام الجماهير ديالنا، ننتصروا ان شاء الله بنتيجه اللي تخول لنا اننا الى قدر الله كانت شي نتيجه اللي هي مزيانه للفريق الجيش الملكي ينتصر. فهذا الشيء اللي كنتمناو لا حنا لا الاسره الرجاويه لا الجماهير. الا ما كانش فهو رحنا وصلنا يعني هما 8 بوان، نديروا واحد 8 بوان ماشي بحال 1 بوان، ونواصلوا بقيه المشوار في البطوله وكاس العرش، لان هذه هي سنه الحياه. يعني كانت اخطاء يعني في المباريات الاولى، لكن نحاولوا نرضوا وحنا نواصلوا المجهودات ديالنا حتى الاخر ان شاء الله الدقائق ديال المباراه.